بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتها الأخوات الكريمات، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشعر بالشرف أن أكون بينكم وأستسمحكم في أن أبدي بعض الخواطر، لأني لم آتي إلى هنا لأقدم موقف الوزارة، فموقف الوزارة معروف، ولكني جئت هنا لأشارككم الاحتفاء برجال ونساء من أفضل ما أنتجت هذه البلاد ومن أفضل ما أنجبت هذه البلاد، ولن تطارح بعض القضايا بعيدا عن الإعلام. وهذا الموضوع ودعونا نبدأ به ما دام المتحدث قبلي قد أثاره، هو موضوع قد ملأ الدنيا وشغل الناس، ولبس فيه الحق بالباطل، واتخذ مطية لمهاجمة كل من يتناوله بغير ما يرضي أصحاب القامات الطويلة فيه. رأينا في بعض المظاهرات والتظاهرات لافتات ترفع كتب عليها: لا مقدس إلا الحرية. كتبت بالفرنسية: rien n'est plus sacré que ma liberté. ليس هناك شيء مقدس أكثر من الحرية. وهذا بالطبع خطأ بل وخطيئة من وجهتين. أولهما أنه لا حرية مقدسة في هذه الدنيا، حتى في البلدان التي تعتبر منارة الاقتداء. بعض الحقوق مقدسة، ولكن الحريات كلها محدودة، كلها محدودة بعدم المساس بحريات الآخرين، ومحدودة بالإطار الذي تمارس فيه. ليس هناك حرية مطلقة إذا تعدت على القانون العادل الذي يقبل به الناس ولا يفرض عليهم، وإذا اعتدت على حقوق الآخرين. وهذا القول خاطئ من وجهة أخرى، أننا لسنا قطعة من خشب أتت بها الوديان. نحن بلد له تاريخ وله حضارة وله دين وله قيم، فهناك ما هو أقدس من الحرية. هناك مقدساتنا التي توارثناها من أجدادنا، والتي أقرها دستورنا، والتي تحترمها قوانيننا. فهذه الشعارات التي تروج وتزرع في أذهان الناس على أنها بديهية ليست بديهية، تماما كالبديهية الأخرى التي نهاجم دائما إن أردنا زعزعتها، وهو أن بلدا يعيش الحرية لا يمكن أن تكون الحرية فيه بسرعتين متفاوتتين. الحرية لجميع من يتكلم في اتجاه، والحرية مقيدة لمن يتكلم في الاتجاه الآخر. للإعلام أن يتناول ما يشاء، وحرية الإبداع والتفكير ليس لها أي سقف، ولكن كل من يتناول الإعلام بالنقد، وخاصة إن كان يقف على أرضية الحكومة، فهو متهم ومذنب حتى تثبت براءته، وتهمته أنه يريد أن يصادر حرية الإعلام، وأنه يريد أن يمس من استقلالية الإعلام. ولكننا نقولها بكل صراحة وبكل وضوح: ليس لهذه الحكومة
أي رغبة وأي مصلحة في المساس من حرية الإعلام، ولكن كل إعلامي يعتقد أن كل شيء قابل للنقد إلا الأداء الإعلامي وإلا الإعلاميون فهو واهم وهو مخطئ. ولن نخضع في هذا المجال للابتزاز، رغم أن الكثير من الإعلاميين يعتقدون أن التكفير عن ذنوب اقترفوها طيلة عشريات طويلة من التغطية على المظالم ومجاملة الدكتاتوريين، هؤلاء الذين يتغنون بالحرية اليوم كانوا يتهمونكم ويتهمونكن بأنكم وأنكن إرهابيون وإرهابيات. اليوم يتهمونكم ويتهمونكن بأنكم وأنكن أعداء للحرية، وأنكم لا تودون للإعلام أن يتحرر. أحد الصحفيين النزهاء الشرفاء كتب مقالا بعنوان في بطلان الغسل الإعلامي. بعض الصحفيين اليوم يريدون أن يتطهروا من آثام ارتباطهم مصلحيا ومنفعيا بالنظام السابق بأن يسبوا الحكومة الحالية، وفاتهم أن من يحكمون اليوم كانوا يعانون من اضطهاد النظام السابق، بينما بعض المناضلين الجدد اليوم ما زالوا لم يمسحوا أيديهم وشواربهم بعد مما أكلوه من فتات على موائد النظام السابق. ولكننا نتحفظ في الرد، ولكننا لا نريد أن ندخل في مساجلات ولا مهاترات. بعض هؤلاء ملفاتهم مفتوحة ويعرفون جيدا أن ملفاتهم مفتوحة، والبعض اليوم وتعرفونهم ولا أشرفهم بذكر أسمائهم يتبارون في التطاول على المقدسات وفي الإسفاف ويتهافتون على أبواب السجون. بعضهم يكاد يطرق أبواب السجون طالبا استضافته ولو لليلة. عندما كانت الكلمة الحرة جزاؤها الاختطاف من البيوت، وأرى في هذه القاعة بعض من تعرضوا لذلك، كان هؤلاء لا يفتحون أفواههم إلا في عيادة طبيب الأسنان، ولكنهم اليوم يصدرون بعض الخرق التي يسمونها صحف ويزينون صفحاتها الأولى بالصور العارية، ويكتبون مقالات تحتوي على عشرات العبارات النابية، ويريدون أن يدخلوا السجون حتى يصبحوا شهداء الكلمة. ونصدقكم القول بأننا في وضعية محرجة، لا نريد أن نخفي ذلك، لأننا في ذات الوقت لا نريد أن نمنحهم شهادة نضال وبطولة لا يستحقونها، ولكننا في نفس الوقت لا نريد منهم أن يواصلوا في نفخ صدورهم ببطولة كاذبة. ولكن الله تعالى سييسر لهذه البلاد أن لا يصح فيها إلا الصحيح.